عسلامة البنات، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. محلاه العيد ومحلاه جو العيد. كي نقولوا العيد نقولوا بشكوت العيد، البشكوت التونسي المزيان الفاوح. اليوم هكا جيتكم بالروسيت مزيانه ياسر ياسر وسهله برشا برشا، اللي هي بشكوتو بالفاكهه. كنقولوا البشكوتو بالفاكهه كل اختير وقدره. لهنا عندكم لوز بفريوه، كاكاويه. بالحق حاجة ياسر مزيانة، هشوشة ويتقرمش او مام طون. معناها بالحق فرحة ياسر بالوصفة دي، باش نبارطاجيها معاكم. لذا كانك جديدة أول مرة تشوف القناة فرحني ياسر ياسر نضم يمك لعيلتنا. البنات الفيديو قصير لكن فيه كل شيء انت بالحق باش تستحقوا. على بركة الله نمشيو للمكونات. لهنا ديما نحن نقولوا بشكوتو احكار الكيلو. لذا باش نفسر لكم كل شيء اصبروا معي وكهو. لهنا عندي 700 غرام فرينة، زوز ساشيات خميرة. لهنا حطيت اللوز والبفريوة هكا مهروش، شفتوا؟ اللوز 50 غرام والبفريوة 50 غرام، الزوز مع بعضهم 100 غرام. لهنا 200 غرام نشاء، تنجم تنحيه النشاء وتضيفوا تعوضوا بالفرينة. 300 مليلتر زيت زيتونة ولا زيت عباد زيت نباتي، تنجم تخلط بالزبدة كيف ما تحب. 4 بيضات، ديما كنقولوا البيض ونقول بحرارة الغرفة. عندي 300 غرام سكر، وعندك الرشة الملح هكا المزيانة هذيك هي لازم منها. نضيفوا طويك السوائل كلك اكثر حاجه عندنا كان البيض. نضيفوا البيض ونضيفوا السكر واكل الملح ونركضوا بالباهي. البنات لهنا اني ما حطيتش القشور نتاع البرتقال، ما حطيتش السكر فاني. حبيت الجو نتاع البفريوه اللي هي تطغى على كل شيء. اللي عنده لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي عنده عجينه البفريوه يحط في المرحله ذي يحط مغرفه صغيره من عجينه البفريوه، تجي بالحق حكايه اخرى معناها تجي ولا اروع. اني ما لقيتش عجينه البفريوه فما حطيتهاش. مي حبيت ما ضفتش القشور البرتقال، ما ضفتش السكر فاني كان لاحظته. حبيت الجو نتاع البفريوه هو اللي يطغى على البشكوتو. انتم تحبوا تضيفوا لكم حرية الاختيار. ركضنا بالباهي بالباهي هكا السكر والبيض، ثم نضيفوا زيت زيتونة بشوية بشوية. بالحق البشكوتو بنتو في الزيت زيتونة، ما نكذبوش على بعضنا، بنتو في الزيت زيتونة. ما هكا بعد ساعات هكا نعملوا شطر بشطر ولا نعملوا زيت نباتي والزبدة، وكل واحد شنو هو يحب، شنو صغيراته يحبوا. راه نحن نعطيه معناها الاقتراحات وكل واحد يعمل على قد قياسه، فهمتوا؟ هاكا باش نركضوا مليح هكا الخليط. كنشوفوا كيفاش متجانس، السكر ذاب بالباهي بالباهي. راهو اللي تاب هذوما هما كي نركضوا في البيض والسكر حاجه مهمه ياسر ياسر. ما تخليهاش معناها فيها الحبيبات ولا خلاها يدخل لها الهواء. راهو حاجه مزيانه بعد باش تعطيك النتيجه اللي انت تحبها. به لهنا البنات باش نضيفوا النواشف قلنا عندنا 200 غرام نشاء، وعندي 700 غرام فرينة نضيفوها بشوية بشوية، و100 غرام الفاكهة. الفاكهة كل واحد شنو يحب. الخميرة 2 ساشيات. باهي كان لاحظتوا كي نحسبوا نحن الحساب نتاعنا الفرينة مع الجرامات نتاع الفرينة مع الفاكهة مع النشاء تلقاها كيلو. لذا الفرينة نضيفوا بشوية بشوية على خاطر راهو فرينة على فرينة تفرق. صدقوني يعني نعمل في البشكوتو معناها فما نفس الحكارات يشرب لي الكيلو الكل، ياخذ لي الكيلو الكل، وفما لا معناها نخلي 200 غرام نحاها هكاك. ما كل واحد ما تقولش راني نعرف الفرينة، لا خلي ضيف بشوية بشوية. ديما البات نتاع البسكوي نتاع الجاتو خليها هشوشه معك، ما تخليهاش البات قاسيه. كي تجيك البات يابسه بلغتنا نحن نقولوا يابسه، راهي النتيجه باش تجيك يابسه. راهو بعد لك في التحريك نتاع الماكينه تتعب ياسر،
وفي النتيجه باش تجيك يابسه، ما تحبهاش هشوشه. ونحن نحبوا زوز حاجات تويكا في تونس، نحن طماعين ولا نحبوا الهشوشه ومامطون اكد قرميشه هكا المزيانه. باهي، هذه الماكينه اللي نستعمل فيها. القماع نفضل، ما نحبش البلاستيك. القماع الحديد هذا هو يعطيني الشكل المزيان نتاع البشكوت. الحق على ربي ما فماش في الاسواق، لازم تسال عليه، معناها تسال عليه البياعه، وهو ماهوش غالي، راهو حكايه 3 دينارات ماهوش غالي. مي يفرق على البلاستيك. البلاستيك ما يعطيك شكل التجريح هذيك المزيانه نتاع البسكوي تاع البشكوت. نحن نقولوا بشكوت. نوسعوا بالنا. بالنسبه للفور البنات، كل واحد يعرف الفور نتاعو. بالنسبه لي يعني نحط على اقصى ما فما في الفور، على خاطر البشكوتو نحبه كيفك البشكوتو كم تاع كي نهزوه للكوشه، فهمتوا؟ السخانه القويه اللي طيبه من الفوق ومن اللوطه باش تعطيك كد قرميشه. فهمتوا كيفاش؟ ولا نسخنوا الفور نتاعنا من الفوق ومن اللوطه، اما نحطوه في الوسط، ما نحطوهوش كي ندخلوا البلاتو نحطوه القريات في الوسط، ما نحطوهوش قريب للنار اللوطه، ما نحطوهوش قريب للنار الفوق، ديما في الوسط. وديما راقب الكوشه نتاعك. كان لقيتها معناها ياسر سخونه، على خاطر والله يا البنات من كوشه لكوشه تفرق. فهمتوا؟ لا نولي نقص عيني ميزاني، راهو كل واحد يعرف كوشته. عندك البلاتوات الالمنيوم هذوك هما مش كيف البلاتوات نتاع الكوشه، هذوما هما معناها تقعد هكا طيب في عقلها. مي البلاتوات هذوما هما نتاع الكوشه فيسا تعمل هكا طيب، معناها ديما ديما معناها الحاجات هذه بالحق نتعلموها بالتكرار وبالتجربه. فهمتوا؟ شوف محلاك الفاكهه هيك من والنتيجه تعرف الريحه بنا على بنا. اللي يدخل الدار يقول لي ما شو الريحه ذي، شو الريحه ذي؟ ريحه البفريوه وريحه اللوز، حاجه تفرح ياسر وقت قرميش هذيك هي. ان شاء الله يا ربي البنات تشوفوا الفيديو ان شاء الله عجبكم. وديما نقولوا اللهم يا ربي ديمها نعمه. العياد هذه والفرحه يا ربي ديمها النعمه علينا. ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله جربوا في وصفتنا. طبيعي كانك جديده اول مره تشوف القناه تفرحني ياسر ياسر بانضمامك. اي واحده عندها سؤال اي حاجه تكتب لي، وبقدره ربي نجاوبها. دمتم الف خير.